السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ نتمنىكم دائما تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه فدوى مريم. اليوم باذن الله غادي نقدم لكم ستيله ديال الحوت المبتدئات ان شاء الله. نبداو بالمقادير على بركه الله. هنايا عندي فيغميسيل ديال الروز، عندي هنايا سيبيا، عندي كيلو هنايا ديال سيبيا البنات، عندي هنا كيلو ونص ديال الفرخ. نتوما دائما غتستعملوا الحوت اللي بغيتو. هكا خديت هكايا الفرخ طروفه على هذا الشكل هذا. صافي هنايا عندي قزبر معدنوس، عندي هنايا البورو غسلته مزيان وقطعته، عندي كيلو ديال الكروفيت، عندي هنايا عطريه ديال السمك، عندي الهريسه، فرماج حمر وموتزاريلا. هنايا عندي شامبينيون نوار فزقته وقطعته على هذا الشكل هذا. صافي هنايا عندي حامضه مصيره، حيت لها الجلفه وحيت لها العظومه. هنايا قلت لكم العطريه ديال الحوت، زيت زيتون، صوص صوجا. هنايا عندي الحامض معصور، وهنا عندي القشور ديال الكروفيت اللي ضروري البنات ديروا هذه الطريقه، كتجي بسطيله ديالنا فيها المذاق ديال الحوت اكثر. صافي نقيت كروفيت وهذوك القشور درت ليهم الماء وخليتهم حتى كيغلاو وصفيتهم ودرتهم في الفيرميسيل. اول حاجه البنات هنايا غادي ناخذ واحد مقله كبيره وغادي نديروا فيها 2 معالق كبار ديال الزبده، وهنايا نضيفوا شويه ديال زيت نباتيه. صافي كما كتشوفوا غندوبوا الزبده. هاد الطريقه البنات سهله وكتجيب سطيله روعه روعه بزاف، صدقوني هاد الطريقه سهله وكتجي بسطيله بنينه ديال الافراح. صافي كما كتشوفوا هنايا درت البرو، غادي نشحروا واحد شويه غير تيدبل واحد شويه، من بعد غادي نزيد عليه معلقه ديال الثومه محكوكه. صافي على هاد الشكل هذا غادي نبدا ندي فيهم ونجيب حتى كيتشحر واحد شويه. صافي هنايا غادي ندير قزبور معدنوس، غندير كميه كبيره اللي عتقدني لشرموله لكلشي، شرموله الفيرميسيل ولا السيبيا وكذلك الفرخ. صافي هنايا درت الحامض مصير، هنايا معلقه كبيره ديال التحميره، هنايا معلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي. صافي هنايا شويه ديال الابزار، دائما نتوما يا الحر على حسب الذوق، والملحه كذلك. هنا شويه ديال السودانيه حاره، وكذلك هنايا خديت تقريبا 2 حامضات البنات كبار معصورين. هنا معلقه كبيره ديال الهريسه. صافي هنايا شويه ديال البودره ديال الثوم، وهنايا غادي ندير معلق العطريه ديال الحوت، تقريبا البنات القياس 2 معالق كبار عامرين. وهنا غندير كذلك معلقه كبيره ديال لا موطارد. صافي وزدت واحد شويه. صافي وهنا غادي ندير صوص صوجا. البنات ما تكتروش الملحه، لانه صوص صوجا مالحه، الحامض مصير مالح، الهريسه مالحه، يعني باش ما يجيكمش بالسطيله ديالكم مالحه وغالب عليها الملحه. حتى كنديروا هادشي كامل ونذوقوا عاد كنزيدوا الملحه. صافي هنايا زدت واحد العطريه حتى هي ديال السمك، كتجي بنينه بزاف. صافي غادي ندي فيهم ونجيب ونحركهم مزيان على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نجيب 2 مقلات اخرين وغادي ندير فيهم الزبده، هكا 2 معالق كبار. تذوب ليا ديك الزبده كما كتشوفوا. هاد الطريقه اسهل ما يكون البنات الا بغيتو تحضروا بالسطيله ديالكم بسرعه وكتجي لذيذه بزاف. صافي غادي نهز شويه ديال لاصوص في هاد المقله هادي، وكذلك هنايا شويه، وحده غادي ندير فيها سيبيا، وحده غادي ندير فيها كروفيت، وحده غندير فيها الفرخ. صافي وهنا غادي نقص شويه على هذاك الشامبينيون باش يبقى ليا ان شاء الله الفيرميسيل. صافي هنايا الفرخ ديالي قطعته قطع صغار مزيان على هذا الشكل هذا باش يقدر يطيب ليا دغيا. وهنايا حتى هي سيبيا قطعتها مزيان. صافي وهنا في الاتجاه هذا غندير الكروفيت ديالي. غادي نجهدوا على النار مزيان البنات باش هذاك الحوت ديالنا ما كيطلقش الماء. صافي غادي نبدا نحرك فيهم مزيان حتى كنحس بهم طاب وشربوا هذاك الماء. كما كتعرفوا ان سيبيا كطيب دغيا ما كتعطلش، وإلا كثرتوا فيها الطياب البنات راه كتقصح ليكم. المهم غنخليهم تقريبا 15 دقيقه كيطيبوا. والفرخ هكا كما كتشوفوا راه حتى هو دغيا كيطيب، ما نخليوهش حتى كيتعجن لينا باش نلقاو نخليو الطريفات هكاك صاينين في البسطيله ديالنا. كما كتشوفوا هنايا الكروفيت بدا كينشف. هنا سيبيا كما كتشوفوا حتى هي
بدات كتنشف، وغادي نبقى معاهم هنايا نحرك فيهم نقلبهم مزيان باش يشدوا لاصوص مزيان ويتشرملوا كذلك مزيان. صافي من بعد ما كطيب ليا سيبيا كما شفتوا البنات باقي واحد شويه ديال لاصوص فيها، راه ضروري نديروها تقطر لانه كيكون فيها الزيت بحال هكايا. هذا الكروفيت شفتوه حتى هو فيه شويه الزيت، ما يمكنش لينا نخليو فيهم هاد لاصوص. انا داك الكسكس ما بغاش يهبط ليا لاصوص، درتهم في هاد الشبكه اللي الثقب ديالها واسعين. وهنا كذلك طاب ليا الفرخ كما كتشوفوا. صافي خليت هذيك المقله نص المقله اللي كان فيها الفرخ، زدت عليها هذاك شامبينيو وخليته كيتشحر. من بعد جيت الفيرميسيل ديالي هنايا، كنت هذيك الشبكه اللي حطيت فيها الفرخ وداكشي كنت حطها على هذا الاناء اللي فيه الفيرميسيل. كانت هذيك لاصوص كتهبط عليها البنات. صافي غادي نجيب هذا الفيرميسيل ديالي هنايا وغادي نديرهم في المقله كاملين. ضروري ضروري البنات البسطيله ديال الحوت ديالنا ضروري ما نشحروا الفيرميسيل باش كتعلق هذيك الفيرميسيل بهذيك لاصوص بشامبينيون نوار. وكان نصيبوا بالسطيله ديالنا كتجي صراحه معلكه وشي حاجه نخوه وشي حاجه روعه. غادي تجربوها ان شاء الله بهذه الطريقه وغادي تعجبكم. صافي غادي من هنايا نبدا ندي فيها ونجيب حتى كتاخذ ليا لاصوص وكتاخذ واحد اللون ذهبي الفيرميسيل ديالي. صافي كما كتشوفوا غنبقى تقريبا هنايا شي 2 دقائق حتى 3 دقائق وانا كنحرك فيها حتى كتشرب هذيك لاصوص مزيان وعاد نحيدها. صافي كما كتشوفوا الفيرميزيل ديالي ولا فيه داك اللون الذهبي كتولي بنينه بزاف. صافي هنايا غادي نخليها في هذا الاناء حتى يبرد كل شيء. كما كتشوفوا هانتوما ناشفه مزيان. هنايا كما كتشوفوا حطيت الفيرميسيل تبرد الحوت كامل وتمايا. صافي غادي نخليهم يبردوا باش غادي ان شاء الله غادي نجمعوا بالسطيله ديالنا. كما كتشوفوا البنات هنايا الفرخ كما كتشوفوا طايب وما معجنش هانتوما، وكيبقاو الطريفات صاينين بحال هكا باش بالسطيله ديالنا ما كيجيش الحوت كامل معجن وما كيبانش فيه كاع راه درنا الحوت. صافي كنقطعهم قطع هكا صغار وبعد غادي نخلط كل شيء. صافي خليت هذاك شويه البنات باش ملي كديروا بالسطيله ديالكم ضروري كترشوا ديك الرشه ديال الحوت من الفوق، يعني كنص كتخلطوا مع الفيرميسيل مزيان. انا ما قدنيش في داك الاناء درتهم هنايا في قصريه. صافي غادي نجيب الطاوه هنايا غادي ندهنها بالزيت البنات. صافي غادي ندهنوها من جناب مزيان. انا هنا الصراحه نسيت ما درتش ورق الزبده، داكشي علاش كنبغي نجبدها كتمحني ملي كنبغي نجبدها. ضروري البنات ملي تبغيو ديروا بسطيله ديروا ورق الزبده باش ملي كتبغيو تجبدوها كتسهل عليكم القضيه. صافي هنايا البنات خديت انا الورقه ديال البخار كتجي مقرمشه ودغيا كطيب وما كتجيش معجنه نهائيا. خديت هذيك الزلافه درت فيها الزيت وشويه ديال التحميره اللي كيعطيني اللون في الورقه زوينه وكيخرج لي اللون ذهبي في البسطيله ديالي. صافي غادي نستمر هكا كندير الورقه وكندهن هذيك الورقه ديالي على هذا الشكل هذا وحده فوق وحده حتى نكمل الكميه كامله. صافي ندهنوهم مزيان باش كيجيو مقرمشين وكذلك كيجيو بنينين وما كيجيوش حتى ناشفين. البنات ديروا هاد الطريقه هذه غادي تعجبكم باذن الله. صافي غادي نستمر على هذا الشكل هذا كندهن وكذلك حتى من الجناب البنات باش كتجي محمره حتى من الجناب. صافي هنايا في الوسط غادي نحط وحده هانتوما. بزاف ديال البنات كيطلبوا مني انني من ندير فيديو ندير لهم نخلي فيديو ما نزربوش بزاف وكيطلبوا مني انني نعطيهم تفاصيل كامله باش يعرفوا اللي عمره ما دار بسطيله ان شاء الله يديرها في الدار ديالو. صافي درت الورقه الاولى ودرت هاد الورقه الثانيه كذلك خصك تدهنوها البنات كما قلت لكم كتجي مقرمشه وكتجي بنينه الورقه. صافي غنستمر على هذا الشكل هذا. صافي وهنا غادي نبدا نجيب الحشوه ديالي ونعمر بالسطيله. بزاف ديال اغلاط الناس كيديروهم ولا البنات هكايا كيعمروا بالسطيله غير من الوسط وكيخليو جناب. راه اهم حاجه البنات ملي كتبغيو تعمروا بالسطيله ديالكم كتعمروها من الجناب هكايا
باش ملي كتبغيو تقطعوا بسطيله لولادكم او الضيوف ديالكم ضروري كيلقاو هذوك الجناب عامرين، ما كيلقاوهمش خاويين، حيت ضروري يبداو بالجناب هما الاولين وكيبقى الوسط عامر، يعني ما كياكلوش مزيان. عمروا الجناب مزيان البنات بالحوت كما كتشوفوا على هذا الشكل، لا في بسطيله ديال الحوت ولا بسطيله ديال الدجاج. صافي غادي نستمر هكايا حتى نكمل الكميه كامله. من بعد غنجيب هذاك الحوت اللي بقى ليا وغادي نقادو مزيان على الوجه ديال البسطيله. نحاولوا نقادوهم بالجناب على هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما نقادوها غادي نجيبوا هذاك شويه ديال الفرماج مع الموتزاريلا وغادي نرشوهم من الفوق. كتعطي واحد التعليكه زوينه البنات هاد الفرماج. صافي من بعد ما نكملوا كلشي غادي نبداو نجمعوا بسطيله ديالنا على هذا الشكل هذا. صافي كما كتشوفوا البنات غادي نبدا نجمع بسطيله ديالي على هذا الشكل هذا، وانا كندهن بهذاك الزيت على هذا الشكل هذا، نجمعها مزيان. وصافي وغادي نجيب واحد 3 ديال الورقات هكايا باش كيفينيو لينا بسطيله ديالنا، وكندهن هكايا وكندير الورقه ديالي على هذا الشكل. ودابا من بعد ما حطيت هاد 3 الورقات غادي نبدا نلمط هاد السطيله ديالي، نخشيها من الجناب على هذا الشكل هذا ونبدا نجمع، ندور عليها كامله هكا في جناب البنات، ونبقى ندير بحال هكا بحال اللي كنقرص باش كتقاد ليا بسطيله وكتجي متقاده من الجناب وكلشي. صافي غادي نحاول نقاد على هذا الشكل هذا وندهنها من الفوق كما كتشوفوا. صافي انا جمعتها مزيان. تقبوها البنات بالكيغدو هكايا ضروري باش ما تفرقع عليكمش الورقه. البنات اللي غادي يسولوا ان واش يخليوها في كونجيلاتور ولا يحتفظوا بها، انا احتفظت بها في الليل حتى لغد لي عاد طيبتها. لا بغيتوا البنات نتوما تخليوها مثلا مده كتخشيوها في الكونجيلاتور، من كتجبدوها تخشيوها في الفران نيشان، ما كتخليوهاش حتى كتذوب ولا هكايا، ضروري كتخشيوها في الفران نيشان. صافي درت هاد البليات هادو باش نزوق بسطيله ديالي على هاد الشكل هذا. كتشدوا الورقه وكتبقاو ديروا بليات على هاد الشكل هكا وكتبقاو تحطوهم على هاد الشكل. صافي قديتها على هاد الشكل هذا البنات. صافي من بعد غادي ندهنهم كذلك بالزيت اللي فيه التحميره باش كيجي فيهم واحد اللون كما قلت لكم زوين بزاف. صافي كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال البسطيله ديالي، غندخلها نشعلها الفران ونتلاقاو. صافي كما كتشوفوا دخلتها الفران البنات، ولكن صراحه غفلت عليها غير واحد شويه، تحمرت ليا من الفوق، ولكن ماشي مشكل، انا غادي ندرجها هكايا غادي نزينها. ولكن اهم حاجه ان شاء الله في المذاق ما تغفلوش على بسطيله البنات، تحمر لكم بزاف من الفوق كما كتشوفوا. صافي هذا هو الشكل ديالي ديال البسطيله، كتجي غزاله البنات ورائعه. وسمحوا لي بزاف ما صورتها لكمش من الداخل، ان شاء الله في لا فيديو الجاي غادي نوريكم من الداخل. وراه ديجا شاركت معكم الطريقه ديال البسطيله، غادي نخليها لكم باذن الله في صندوق الوصف باش كتشوفوها كيفاش جات من الداخل. نتمنى يعجبكم لا فيديو، ولا عجبكم بارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وان شاء الله لا عجبتكم شي وصفه خليوها لي في لي كومونتير نشاركها معكم. بيزو كبير وبسلام عليكم.